السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فانزاتي الحلوين. داخلين طبعا على أيام أفضل الأيام في السنة كلها، فياريت ما نستهونش بالأيام الجميلة دي ونعمل كده كل واحد فينا. بقى أنا مش عايزة أقول لكم جدول ونمشي عليه، لأن جايز اللي يناسبني ما يناسبش غيري، بس أنت أدرى بظروفك وانت ادرى بوقتك وانت ادرى ايه الوقت المناسب ليكي وانت ايه العباده القريبه لقلبك. فتقدري ان انت على قد ما تقدري او انت على قد ما تقدر ان شاء الله باذن الله تغتنموا الفرصه الجميله دي ان احنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. احنا اللي محتاجين ده. ربنا سبحانه وتعالى غني عننا، مش محتاجنا في حاجه، احنا اللي محتاجينه. احنا اللي مستنيين اي فرصه تجيلنا عشان نقرب منه ونتعبد ونستغفر ونتوب ونغسل روحنا وذنوبنا وهمومنا وكل حاجه. ربنا سبحانه وتعالى ما كتبش لينا ان احنا نكون من حجاج بيته. يا رب يكتبها لي ويكتبها لكل مشتاق ويكتبها لكل المسلمين ان شاء الله عن قريب. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بلغنا ان احنا لو قعدنا من الفجر لحد الضحى نقرا قران ونذكر ربنا ونستغفر ونصلي الضحى هتتكتب لنا عمره وحجه تامه زي ما قال لنا النبي عليه الصلاه والسلام. ديننا دين جميل، دين بسيط، دين مليان فرص، بس احنا نديله بس من وقتنا علشان خاطر الجنه مش ببلاش. الجنة غالية وثمنها غالي، محتاجة مجهود، محتاجة ان احنا نسهر ونتعب وما ننامش ونبذل مجهود في حاجات كتير قوي عشان ترضي ربنا، نفرح غيرنا، نتصدق، نشوف اي حد من حوالينا محتاج مساعدة ونمدله ايدينا ونساعده. حاجات كتير قوي يا جماعة في ديننا احنا ممكن نشوفها بسيطة بس هي كبيرة قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. فيلا بينا كده كل واحد فينا يرتب اوراقه ويرتب نفسه ويرتب وقته علشان خاطر الايام دي ما تفوتناش كده من غير ما نستمتع ونستغلها على قد ما نقدر، علشان دي ايام عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى.